بعد المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بالمنتخب البلجيكي أول أمس الأحد 27 نوفمبر، أمرت لجنة مكافحة المنشطات الدوليين المغربيين حكيم زياش ورومان سيس للخضوع إلى فحص المنشطات الذي يفرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد مباريات كأس العالم التي تحتضنها قطر إلى غاية 18 دجنبر الجاري، وخضع اللاعبان غانم سيس وحكيم زياش لفحوصات الكشف عن المنشطات بعد استدعائهما من طرف اللجنة المذكورة في إطار عملية المراقبة الاعتيادية، إذ تم أخذ عينة من ندمهما قصد التأكد من عدم تعاطيهما إلى مواد محظورة، وكان كل من إلياس الشاعر ورضا التكنوتي قد خضع لنفس التحاليل بعد المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بمنتخب كرواتيا الأسبوع الماضي برسم الجولة الأولى من دور المجموعات. يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه بعد يوم غد الخميس 1 دجنبر منتخب كندا برسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات نهائيات كأس العالم، وذلك بعد تعادله سلبا في الجولة الأولى أمام المنتخب الكرواتي، وفوزه في الجولة الثانية على منتخب بلجيكا بهدفين دون رد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.